السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة كوك وذ رميسة. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. اليوم راح نشارك معكم قراطة تاع البيضنجال في المول الأسطوري تاع 30/10. يلا مع بعض نروح نشوف المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. نحتاج في هذه الوصفة إلى شوية زيت في المغلة، نضيف لها حبة بصلة مقطعة مربعات، حبة بصلة تكون متوسطة. نخلو هذيك البصلة تقلى مليح حتى تبدا تتكرمل. هنا بعد ما ذبلت البصلة مليح وتقلات مليح، نزيد 4 صدر تاع الدجاج مقطع مربعات صغيرة كما راكم تشوفوا، ونخلوه يتقلى مليح مع هذيك البصلة. ومن بعد نبدا نزيد الملح، فلفل اسود، وفلفل احمر الحلو. اللي تحب دير الحار دير الحار، ونزيد المعدنوس، ومن بعد نزيد حبة طماطم مسكرفجة ونخليها تتقلى مليح حتى تنشف كامل. هنا بعد ما نشفت كامل هذيك الطماطم نزيد شويه تاع الماء سخون، شويه ما نكثرش، ونخليها تختار هذيك المرقه كامل، هذيك لاصوص. ومن بعد نزيد مغرفه كبيره تاع جبن طري ونذوبها كامل. ومن بعد نروحو نوجدو البطاطا والبيضنجال. لهنا نحتاجو 2 حبات تاع البطاطا يكونوا متوسطين، نقطعوهم دوائر ونقلوهم. ونحتاجو ايضا الى 2 حبات تاع البيضنجال، نقطعوهم دوائر ثانيتك ونقلوهم عادي. ومن بعد نروحو نوجدو الكراطه تاعنا. هذاك البيضنجال اللي قليتو نستفو كيما راكم تشوفوا في المول الاسطوري. ومن بعد نزيد البطاطا دوائر، ومن بعد نزيد هذاك الدجاج والبصل اللي طيبتهم.
ومن بعد نكمل طبقة تاع الباذنجان اللي بقات لي، وبعدها نزيدو طبقة تاع البطاطا. كغاتا ساهل وبنين، بزاف بنين. نحتاجو الى، عندي انا درت 3 حبات تاع البيض بصح صغار بزاف، يعني اذا كان عندك البيض كبير ديري غير 2 حبات يكفو. زدت لهم نصف كاس تاع الحليب، نخلطهم مليح كما راكم تشوفوا، ومن بعد نضيفهم على الكغاتا. ومن بعد نزيد جبن مبشور، ومن بعد نزيد رشة تاع المعدنوس، وندخلو للفرن يكون مسخن من قبل. هنا كان طاب الكغاتا تاعنا، نقسم معكم تشوفوا كيفاش جا. لأول مرة تتفرج فيديوهاتي تشترك في القناة فضلا وليس أمرا، وتفعل الجرس ليصلها كل جديد، وتشارك الفيديو مع الأصدقاء لتعم الفائدة. هذا الكغاتا اقتصادي وبنين بزاف، وبالخف توجدوه. ان شاء الله يكون اعجبكم الفيديو تاع نهار اليوم. ما تنسوش ديروا لنا جيم وتحطوا لنا ارائكم في التعليقات. شهيتكم في الجنة وصحة فطوركم. شكرا على المشاهدة ودمتم بخير، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.